ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم نسمة وصفات سهلة وبسيطة. هنعمل بقى النهاردة الزبادي البيتي الجميلة دي اللي ما تتفرقش عن بره. شكلها جميل وكريمي جدا. تحفة. بصوا كده كمان، انا ما كنتش لسه حاططها في التلاجة، يعني لما تدخل كمان التلاجة بتمسك اكتر من كده، ومع ذلك ما شاء الله حبيت اوريها لكم كمان قبل ما تدخل التلاجة قد ايه هي ماسكة وكريمي. وعملت كمان منها بالمربى، برضك طلعت جميلة جدا. حلوة قوي 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 يا جماعة بالمربى، لو حد عايز يعملها يعني ما تحطيش بقى سكر ولا عسل، جميلة جدا بالمربى، طعمها حلو قوي بالمربى برضك اللي احنا عاملينها. يلا بقى جبنا بقى كده اللبن، حطيناه في الحلة، هنسيبه بقى يغلي كويس جدا. وبعد ما خلاص غلي نفضل بس نقلب فيه. بعد ما خلاص غلي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، انا بقى هقفل عليه بقى خلاص بعد ما غلي. ومعانا بقى تجيبي حله اكبر من ان انتي غاليه فيها اللبن، بتحطي بقى فيها ميه عادي من الحنفيه، وتروح حاطه جواها الحله بتاعه اللبن. تكون الحله اللي تحتيها اكبر وفيها ميه، تمليها نصها ميه، وتروح حاطه جواها الحله بتاعه اللبن. بصوا يا رب تكون واضحه معاكم في الكاميرا. بصوا كده الميه بقت جايه يعتبر على نص الحله اللي فيها اللبن. بصوا معموله ازاي. يلا بقى اعملوا لايك ومتابعة القناة وفعلوا الجرس واعملوا شير الفيديو عشان يوصلكوا كل جديد. انا بقى هفضل اقلب فيها كده شوية كتار لحد ما هي تبرد، مش تبرد خالص، تبقى زي دمعة العين. يعني تحطي ايديكي كده ايديكي تستحملها، اللي هي دافية بسيط قوي. وهنشوف بقى برضك هنعمل ايه بعد ما تكون دافية كده. زي ما قلت لكم هفضل اقلب فيها كده لحد ما البخار منها يطلع، هي اصلا هتبرد بسرعه. خلاص بقى هي كده بردت خلاص. انا هحط حتى صباعي قدامكم، يعني انا خلاص يعني كده تمام، قدرت ان انا استحملها. معانا بقى علبه زبادي بلدي، ضروري جدا علبه زبادي بلدي، واحطها في الخلاط لان دي الخميره بتاعه الزبادي اللي احنا هنعملها. واحط بقى معاهم كبشتين من اللبن، بس اللي هم يخلوا الزبادي تلف وتبقى كريمي خالص، مبقاش فيها اي تكتلات ولا اي حاجه. هبدا كل ده كده اضربه مع بعض في الخلاط لحد ما زي ما قلت لكم تدوب خالص وتبقى معاكي كريمي. وهنروح بقى صبينها على الحله، هنروح صبينها بقى كده بالشكل ده. الخلاط برضك هيبقى فيه شويه من الزبادي واللبن، فانا مش عايزه اي حاجه تروح لان دي زي ما قلت لكم خميره، ودي مهمه جدا جدا. لازم تاخدي كل الخلاصه اللي كانت في الخلاط لازم تاخديها. فحطيت شويه لبن وعملت كده الخلاط ورجعته تاني. هفضل بس اقلب شويه برضه كل المكونات تدوب، يعني كل الزبادي اللي كان في الخلاط يدوب مع اللبن التاني كويس قوي. هو كده كده خلاص هو داب، انا بس بقلبهم، يعني بقلبهم بس مع بعض. وهنجيب بقى علب، تكوني بقى انا كنت محوشه بقى شويه علب من بتوع اللي هم الزبادي، مسكتهم وغسلتهم كويس جدا وتنشفيهم وحطيتهم بقى بالشكل ده في صينيه تانية، صينيه يعني كبيره، وتبداي ترصي فيها العلب. مش عندك علب من دي اطبقوا بعد كده يبقى غيري بورق شفاف استرتش، يعني ورق استرتش. وابدا بقى ايه احط بقى في العلب الزبادي اللي احنا بقى عملناها. ما شاء الله عايزه اقول لكم دي ما شاء الله بتطلع معاك كميه حلوه، يعني من كيلو لبن ما شاء الله. بس عملت الكوبايه دي عملت العلب دي كلها. وعملت كمان كاسين، يعني كاسين من الزبادي. هعمل بقى زي ما قلت لكم، قلت بصراحه اجرب كده لو انا حطيت فيها المربى اللي احنا كنا برضك عاملينها. لو حطيت فيها المربى هتبقى حلوه، فانا قلت بصراحه اجرب بس في الكاسين دول. بصراحه طلعت جميله جدا، قلت بعد كده مش هعملها الا بالمربى. هتوفر عليكي، مش هتحطي سكر، وهتديكي طعم حلو بالفراوله. هي وقتها انا كنت عاملاها، لو حد عايز يحط اي نوع مربى حطي يعني. بس بصراحه جميله قوي. وانتي بس بتصبي خليكي تصبي بالراحه عشان بس الفراوله ما تفكش معاكي وتدوب يعني في اللبن. يعني حطي صبي بس بالراحه. صبيتهم بقى انا كده وحطيتهم زي ما قلت لكم في صينيه، وهحط عليهم بقى ميه سخنه مغليه. يعني انتي غاليه ميه في الكتل وابدأي صبي في الصينيه من تحت. وغطيتهم بورق فوق، ورق استرتش، وده مهم جدا جدا فوق ما تتخيلوا. اهم حاجه في الزبادي لازم تتغطى. وزي ما قلت لكم دخلتها بقى الفرن، يعني الفرن مطفي، بس يعني دخلتها الفرن تبقى بعيد عن العيال لمده قد ايه، لمده 6 ساعات، وكلي احلى زبادي. بص شكلها جميل ازاي متماسكة.
بصوا متماسكة، وكمان من قبل ما ادخلها التلاجة، يعني لسه ما دخلتهاش، عشان بتدخل كمان التلاجة لمدة حتى ساعة بتمسك كمان اكتر. بص شكلها جميل ازاي، وما شاء الله زي ما قلتلكوا عملت كمية حلوة، يعني من كيلو لبن ما شاء الله هتعملي يعني غالبا بتاع حوالي 10 مثلا علب. فشوفي بقى ما شاء الله، كيلو لبن وعلبة زبادي. شوفي بقى بره العلبة الزبادي بتجيبيها بكام؟ غالبا ب6 جنيه. بصوا جميلة ازاي بردك، اللي هي بالمربى زي ما قلتلكوا كانت حلوة قوي. انا هوريك كمان منها شكلها قد ايه هي جميلة. هي بس كانت عايزة تدخل كمان التلاجة تتماسك اكتر، بس هي والله كانت متماسكة، كانت حلوة قوي كمان. زي ما قلت لكم مهم جدا، انا باكد على المعلومه، لازم يتغطى بعد ما تحطي العلب في الصينيه لازم تغطيها تحفه.